أعزائي المشاهدين، صاحب شكوى النهارده ما اتمناش انه كان يبقى صاحب شكوى، لأن راجل فنان جميل ورقيق، وبصراحة هو الراجل ده متميز بشياكته. نعرف عنه انه راجل شيك قوي وخير قوي. هو بصراحة أنا ما اتكلمتش معاه في المشكلة بتاعته خالص، حبيت إن هو يقولها واسمعها لأول مرة معاكم وأنا قاعد معاكم دلوقتي. معانا الفنان الجميل، بنرحب بيك يا فناننا يا جميل، يا أستاذ عفت أبو خوف. عفت أبو خوف، حضرتك يعني أمتعتنا كتير بتمثيلك وبالمشاريع الخيرية اللي بنسهر فيها معاك ونستمتع بيها. الله يخليك يا أستاذ محفوظ. أنا سعيد طبعا إن أنا معاك، بس المشاريع اللي حضرتك عمال تكلمني فيها دي يعني خلاص العين صابتها. دلوقتي أنا جاي أعرض مشكلتي معاك. لا بجد، لا ما تقوليش والنبي، أنت ناوي تغير نشاطك ومحتاج مساعدة وتمويل. لا يا محفوظ، أغير مشروع إزاي؟ ده مشروعي ده أنا عامله عشان أسعد بيه الناس الصايمة بعد الفطار في رمضان. وقبل الفطار أحيانا. قول لي بقى إيه المشكلة يا عفت؟ إيه؟ هقول لك. ما أنت عارف إن أنا كل مشكلتي إن أنا بحب أفرح الناس وأسعدهم. عشان كده فكرت من كام سنة في مشروع إزاي أسعد الناس بعد مشقة طول النهار في رمضان. ففكرت أعمل خيمة الكلام. طبعا عارفها طبعا، ياما صرت فيها في رمضان. بس عندكم خشاف كده مليان بلح، حطوا فيه شوية قراصية. بس على فكرة أسعارها رخيصة حلوة في متناول الجميع يعني. ما هي الأسعار الرخيصة دي هي اللي خلتني قاعد معاك النهاردة وبطلب المساعدة محفوظ. يا راجل ده أنا من يوم ما فتحت يعني ما فكرتش أرفع سعر كوباية الشاي، خليتها زي ما هي 5 جنيه ومعاها السكر ومعلقة الشاي يا محفوظ. ياه، كمان المعلقة نسيت مش حاجة خالص. ده على أساس الواحد يشرب شاي كتير بعد الفطار يعني. دايما الناس لازم بتحب الشاي. طب بس أنا عايز أعرف يعني إيه مشكلتك بالظبط؟ مشكلتي بقى يا سيدي السنة دي إن أنا مش هقدر أفتح الخيمة عشان الناس هتبقى في المصيف في صيام. مصيف؟ مصيف إيه؟ هو رمضان هيبقى في المصيف السنة دي؟ يا محفوظ رمضان السنة دي جاي في شهر أغسطس، والناس اللي زبايني في الخيمة هيبقوا في الساحل الشمالي وناس في مارينا. فهمت ولا ما فهمتش يا محفوظ؟ يعني أنت قصدك إن زباينك هيكونوا قاعدين في مارينا السنة دي، يعني مش هيجوا لك الخيمة عندك هنا في القاهرة. طب مش مشكلة، إيه المشكلة؟ اطلع لهم، اطلع قضي هناك معاهم رمضان والصيف وكده وروش. إيه أنت عندك قد كده ما شاء الله، على قلبك قد كده يا أبو حوف. يا محفوظ اقفل ايه يا محفوظ؟ انت عارف ان انا عليا ديون قد كده، اذا كان قسط اليخت اللي في اوروبا ولا اذا كان قسط الفيلا اللي انا شاريها لمديريه اعمالي ولا اقف يا محفوظ. ده انا في رقبتي كوب لحم، اذا كان الخدم ولا الحشم ولا الطباخين اللي في مطاعمي. عشان كده فكرت اسافر معاهم السنه دي. طيب يا أبو حوف، ما ده كان اقتراحي من الأول، إنك تريح السنة دي هتاخد بريك معاهم. إيه المشكلة يعني؟ اسافر بريك لا، لان زي ما انت عارف يا زازا الايد البطاله ايه؟ نكسه. عشان كده انا فكرت افتح فروع لخيمتي هناك، كنت عاوزك تساعدني من خلال برنامجك اليوم يومك. ايه رأيك بقى؟ لا بجد تحفة. وناوي تفتح فين بقى؟ والله يا زازا انا اذا كان عليا عايز افتح على كل الشواطئ، بس زي ما انت عارف بقى البركة فيك وفي اليوم يومك. يعني انت مثلا مش لاقي اماكن فاضيه تنصب فيها الخيم بتاعتك، فعايزنا نناشد الساده المحافظين بتوع السواحل، لو هتروح ساحل شمالي ولا حاجه، محافظ يوفر لك مكان تنصب فيه خيمه. هو صح، بس مش بالظبط قوي. هو انا كنت عايزك تخاطب المحافظين، بالاضافة اصحاب الاماكن دي معاك. طبعا اكيد هنتدخل، طبعا عشان اصحاب المحلات يبيعوا لك المحلات بتاعتهم باسعار كويسه. انت راجل فنان وجميل ومحبوب، وهتسعد الناس بعد الفطار يا عفت يعني. بقى انا بقول لك عليا اقساط والتزامات تقول لي باسعار كويسة يا محفوظ؟ يبقى انت وبرنامجك عملتوا لي ايه يا محفوظ؟ مش فاهمك، انت عاوز ايه بالظبط يا عفت؟ وضح. انا بصراحة ما عنديش ولا مليم ادفعه. كفايه ان انا اضحي بجمالي شهرتي وفني. انا كنت هقبل المحلات دي على سبيل الهديه، بس ايه يا عم؟ بس يا ريت التسجيل يكون على حسابهم. زي ما انت عارف الضريبه العقاريه محفوظ. يعني اللي عرفته كده ملخص يعني طلبك او شكوتك، ان انت عايز المحافظه تهديك المحلات دي على البحر، او لو حد يعني قطاع خاص او كده يتبرع لك بيها وانت تشطبها وتظبطها براحتك انت، صح؟ اخصى عليك يا زازا. طب انت رحت فين؟ كام حلقه كده نعديهم وتستضيفني تاني وتجمع لي تبرعات، وهو كده نبقى خلصنا مساله التوضيب. بصراحه انت يعني انت مرتب لكل حاجه وعارف كل حاجه، بصراحه انسان منظم جدا جدا. وبصراحه احنا هنقف جنبك هنساعدك، لانه مشروع خيري جميل قوي قوي قوي. اتفضل استاذ عفت، انتظر في الاستراحه
عبال ما احنا نشوف يا جماعه هنطلع فاصل، واي حد يقدر يساعد استاذ عفت ابو عوف يتفضل عندنا في الاستوديو او يتصل بينا او يبعت تبرعه عشان نساعده. نتقابل بعد الفاصل ونشوف ايه اللي هيحصل. أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا المشكلة اللي قدامنا، إيه ثانية واحدة، أيوه، إيه في إيه؟ حصل؟ بجد؟ لا والله، صحيح. طب البشرى جميلة يا جماعة إن في واحدة ست بيقولوا في الكنترول، في واحدة ست جاية دلوقتي عندها حل لمشكلة الفنان بتاعنا اللي هو الجميل أبو حوف، فدي حاجة جميلة قوي. خليها تخش، خليها تخش، خليها هو تخش. فين؟ هو فين؟ يا حاج، عفت إيه ده؟ عفت فين؟ اهدي 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 يا ست، اهدي بس، اهدي. فضل استريح. ههدى وهستريح، بس هو فين؟ فين قمر الزمان بدر المكان عفت الفنان؟ أبو حوف؟ ايوه. لا مش هو، بس انت عندك يعني انت جايه تساعديه بصفته، يعني انت معجبه بيه كفنان ولا عايزه تساعديه فعلا يعني؟ الاتنين يا محفوظ بيه، بس هو فين دلوقتي؟ ده انا يا دوبك شفته بس في فقرة المشاكل ونزلت جري من بيتي لحد الاستوديو عشان احل له اي مشكلة، وفي عربيتي شفت الحلقة على موبايلي، قررت ان اديله كل محلات اللي املكها على شواطئ مصر وده واخلها. ايوه يا ستي، موجود قاعد في الاستراحه هم قاعدينه عشان محرج، بس انت عارفه صعب يطلع يقول عاوز حاجه وعايز، فقاعد هو في الاستراحه احراجا يعني. لكن لو عايزه تبرعي له بشيء او تساعديه في اي شيء يعني ممكن، وهنقابلك بيه بعد الحلقه ما تخلص. طبعا يا استاذ محفوظ، هو في احراج برضه؟ احراج ايه؟ ده انا يعني هبقى نصه التاني، نصه الحلو. نصه الحلو؟ هو حضرتك مراته؟ لا، هبقى يا حبيبي من بقك لباب السما. ما انا اول ما هقول له ان انا هتبرع له بكل ممتلكاتي هيوافق على طول، قدام انه يشاركني حياتي الفنيه والشخصيه. مش هيقدر يقاوم، هيوافق على طول. طيب حياته الشخصيه دي عرفناها، ايه حكايه بقى حياته الفنيه دي بالظبط يعني؟ مش فاهمها بصراحه. ايه ده؟ هو انت ما سمعتش عني؟ انا جانا مطربة السواحل، فنانة يعني. مطربة السواحل؟ انا سمعت عن خفر السواحل مش مطربة السواحل. يعني انت جايه تحلي له مشكلته يعني بجديه؟ طب كويس. طبعا لازم احل له مشكلته، امال ايه؟ ده انا اول ما سمعت حكايته في حبه في اسعاد الناس فكرني بذكرياتي في اسعاد حبايبي المصيفين. اصل انا زيه بالظبط، بحب قوي اسعد الناس المصيفين. يعني حضرتك مستعده انك تتبرعي بحالاتك كلها للفنان مقابل ان هو بس يشاركك حياتك؟ طبعا شوية أدوار رومانسية كده نعملها سوا، أهو نعلم الجيل الجديد شوية. ومش هدفعه جنيه واحد. في حاجه يعني فكره يعني انا مستغرب لها. طب لو افترضنا ان الفنان ده صاحب المشكله، مرتبط راجل متجوز يعني، مش هتساعديه يعني وتقفي جنبه ولا تديه محلات وحاجات من دي؟ يرفضني قصدك كده يعني؟ لا قصدي ان هو لو كان متجوز، لو كان هو متجوز مش هينفع يتجوزك، اقصد كده مش هتتبرعي له؟ هتبرع له طبعا بالدم بعد ما اشرب من دمه. يا ساتر. وبعدين يرفضني ده ايه يا استاذ؟ انت عايز تقطع على زميلك ولا ايه وتلهفني منه؟ بس بقول لك ايه، انا ما عنديش مانع، اصلك كده واد حلوه ورايق. رايق يا واد انت رايق. دي يا ست لا حلوه ولا حاجه، ايه المواضيع دي خالص؟ ايه ده؟ يا مدام مطوح هيسي عليا بصراحه بقى، انا مضطر اقفل الحلقه، شكرا على كده. على فكره عفت ابو حوف مستنيكي في الاستراحه، ممكن تلحقيه هناك، انا مش دعوه بالكلام ده خالص، مش عارفين ايه. قربتوه؟ هربتوه؟ والله لو اوريكم. عفت يا عفت. اعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا كده الشكاوى والمشاكل بنشوف فيها العبر، وكنت عطلت في الموضوع ده اروح فيها في مره من المرات. عموما خلصت حلقتنا النهارده من برنامج اليوم يومك، استناكم الحلقه الجايه، استعدوا الحلقه جامده جدا.